السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا حبايب؟ كيفكن يا غوالي؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. إلي 20 يوم أو شهر ما سجلت فيديو. الحمد لله رب العالمين. أنا مشتاقة لكم كتير، مشتاقة لحروفكن. شكرا للي سألوا عني، اللي استفقدوني، اللي قالوا وين هالغيبة. الحمد لله رب العالمين، استفقاد رب العالمين رحمة. ما شاء الله هي الشتوية غير كل الشتويات. صار عنا تعرفوا دخل القريب أيام الشتاء، الله لا يبارك بالمرض. وأحمد تعرفوا إنه شهادة صف تاسع، يعني ما في داعي أسرد القصة، كلكم بتعرفوا الموضوع. يعني جيتنا على سوريا يعني وأيام الشتاء، يعني عن جد ما بحس عندي وقت لأي شيء غير فنجان هالقهوة اللي بشربه الصبح، فضي راسي. لو فضيت ما عندي شغل اشتغله، بس بحس مخي ودماغي عم ضل شغالين. دائما عندي هم، دائما عندي تفكير، دائما في شيء لازم أعمله، لازم أطلع برا البيت جيب هالشغلة. والله العظيم ما عم شوف في وقت، ما في بركة بالوقت. ما بعرف، بحس يا اما مشغولة بالبيت، يا اما عندي ضيوف، يا اما في مرض، يا اما لازم اطلع برا البيت عندي شغل، يا اما رايحة على دكتور. وهذا اغلب الاحيان، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بس انا بعرف شغلة وحدة، اني انا بحبكن كتير واشتقت لكن كتير. لازم في الصبح نروق مع فنجان قهوة مع الحبايب. عندي ام احمد، اهلا وسهلا فيها. الشتوية غيرت علي كتير كتير. خلصنا شغلاتنا، شربنا قهوتنا وخلصنا شغلاتنا، وحاولت زبط البيت، سمعت ان جاي اخي لعندي الصبح، قلت بحضر فطور بين ما اجا. لسه بنعمل اجواء رمضان، بنمد البيت مزبوط. لسه لهلا صدقا كل يوم بقول بدي اشيل سداجات، مد غيرهم، زبط البيت، بس ما في هالوقت. بحس طار النهار بسرعة. فرجوني تعليقاتكم ولايكاتكم مشان ارجع استمر، لان احيانا بكون يأسانة ابدا، بقول خلص رح سكر القناة. بتعرفوا اجواء الساحل، نحن هلا المطر ما شاء الله كابسة عنا مطر. رح سجلكم هلا صوت المطر. طيب حصوري ما صورتكم والله، ما صورت. طيب ما مسحت له حامض. أخي الكبير الله يطول بعمره ويحفظ لنا يا رب. هو مثابة الأب لنا، هو عن جد مثل العامود البيت، بتتكي عليه، بتستند عليه. لو إجا قال لك الحمد لله على السلامة، جاي يستفقدنا، يشوف أخبارنا، 100 أهلا وسهلا فيه. انبسطت كتير، ما في أطيب من الفطور معه والأكل معه. طبعا إجا قعد ساعتين زمنه، حمل حاله وراح على بيته. رح سجلكم المطر. سمعتوا صوت المطر عنا؟ بما انه الكل الحمد لله مريضين، شي امعاء، شي معدتهم، شي قريب، قلت بدي اعمل لهم مهلبية، اكلة خفيفة كويسة للمعدة، سخنة، فيكم تاكلوها باردة. هون كانت اخرة الليل، مساء عجيت الكهرباء يعني. قلت يلا في كيلو حليب بالبراد رح اعملهم بلا العشاء. بس لسه ما تعشينا نحن، قصدي بلا العشاء المغرب. طبعا تعرفوا الشتاء وليالي الشتاء الطويلة بنحط عشاء المغرب، ما دخل بالعشاء تبع الساعة 10. هي عشاء الساعة 10 ما دخلوا باللي بيجي متأخر آخرة الليل الساعة 1، بهذا عشاء الساعة 1. بقى ما بالكم بليالي الشتاء، لا طلعة ولا فوتة بالبيت.
بتحس الإنسان بيحرق بياكل أكتر. أنا ماني من عشاق الحلو أبدا، بس كتير بحب أعمله بالبيت، بحب دائما يكون عندي أكلة حلو بالبيت مع فنجان القهوة الصبح، ضيف مستعجل، ضيف على فجأة على غفلة. الحمد لله على كل حال. بعد ما بردوا وهيك صاروا كتير طيبين، هلأ لازم نشرب فنجانين قهوة بعد ما راحوا ضيوفنا، هيك على رواق شوي. ولأنه ما في رواق البال ما مرتاح الحمد لله. بس أنا بحب حط على وش المهلبية لوز أو فستق. فستق ما عندي، قام كسرت لوز. بتعرفوا نحن أهل الضيع والأرياف دائما لازم يكون عندنا لوز بالبيت. بحب حمصه شوي على الغاز بعدين حطه، بس أنا لدعته. ما في غير بنغلي قهوة بنحط الفناجين على المجلة، بنرجع بنغلي قهوة بنحط الفناجين على المجلة. دائما بحاول اجلي اذان المغرب، بخلص شغلي برجع آخرة الليل بيرجع الجلي والشغل مثل ما هو. على البرد ما طيب الجلي ما طيب الشغل. كلكم مثلي صبايا ولا بس أنا بحس حالي آخرة الليل على البرد ما فيني اشتغل؟ هدول الفناجين من أيام عيد التحرير جبتهم، بس ما صح لي وقت إني بصور ما صح لي وقت إني سجل الأحرى. أنا إلي سنة ما تندمت بجيتي على سوريا، بس مرقت علي أيام بهذا الشهر الله لا جعلني من النادمين، بس حزت بنفسي كتير شغلات. أول شي رياحة البال بسوريا هون، لأنك أنت مختلطة كتير بالعالم. يعني أنت شو ما اشتغلتي ببيتك شايفينك العالم، لو أنت ما عم تطلعي وتفوتي وين ما رحتي العالم بتعرفك وبتشوفك. أما أنت بالغربة مرضتي ما حدا بيشوفك، ما مرضتي طلعتي فتي ما بعرف، بحس هون كل شي مكشوف للعالم، بحس حالي ماني مرتاحة. هاي شغلة استفقدت رياحة البال. أنا من الناس اللي ما كتير بحب الطلعة والفوتة أبدا أبدا، بحب أقعد جوا بيتي، ما بيهمني شو برا البيت. يمكن جاري أنا ما بكره العالم لا، بس أنا جاري هلأ لي سنة ما بعرف شي عن بيته ولا هو بيعرف شي عن بيتنا. ما بحب اختلط بالعالم الغرب، بس يعني بس بنفس الوقت أنا إنسانة بتحب الكتمان. بحب فرحي وحزني أنا أتركه بالبيت، بس العالم ما تشوف مني غير الشي الحلو على فكرة. يعني ما بظهر للعالم أبدا أبدا. وعلى فكرة ما تفكروني إن إنسانة ما بحب الضيوف، لا بحبهم، بس هون العالم كلها بتعرف بعضها. يعني أنا إذا طلعت على السوق كل العالم بتعرف مين أنا مثلا. أما بالغربة طلعتي فتي جيتي ما حدا بيراقب حدا، تحس حالك هون إنك مانك مرتاحة. طبعا بعد ما خلصت المهلبية شربنا قهوتنا. أنا ما كنت طبخت يومها، أخي راح قمت شلت من الفريزر صحن ورق عنب، شلت أنا عملت لهم شوربة رز ولحمة للمرضانين. عملت بس صحن فركت البطاطا بلحمة. الحمد لله الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. تاني يوم الصبح قمت أنا عندي كيك بالبراد، قمت قطعتهم زينتهم مشان الصبح. طبعا جهزتهم حطيتهم لبعد الظهر، قلت بيبردوا بالبراد، ما بحبوا يتاكل فورا أنا. بس بشكل عام أنا لازم دائما يكون في أكلة حلو بالبراد. بس كل شيء إجا وطلع ملفات لعندي أكل منه، هو بكون قالب صغير بس الحمد لله على البركة. الله بيمد فيه هيك، الله يبارك لنا فيه، إنه الأكل بياكلوا منه العالم الله بيزيد ويبارك فيه عن جد. وأنا من هذا النوع، إذا عملت أي شيء بحب كل العالم تاكل منه. صبايا ما دخل فقر ولا غنى، هذا طبع ببني آدم، وأنا بحب هالطبع كتير. ما شرط نحط له موز وشوكولا نحط له كريمة، لا، فينا نعمله سادة، بنشرحه هيك شرحات رفيعة ونحطه فنجان قهوة كتير طيب.
قلت بدنا نعمل هيك جو بالبيت، نعمل نحضّر سهرة أنا وابني لحالنا بنكون أكتر الأحيان في البيت. قلت له: "ماما خلينا نعمل جو، رح أقطّع شوية فواكه بما إنه مريض هو، الله يخلّي لكم ولادكم ويحفظ لكم إياهم يا رب." هاي قبل بيوم عملت نمورة هريسة بس صارت اسمها مفروطة الهريسة، ما كانت تتقطّع معي، ما بعرف ما نجحت معي أبدًا. بس قلت يلّا رح أحط شو ما أكلنا منها أحسن ما تضل بالبراد، بس ما انكبّت آخر شي أكلوها بالمعالق يعني. عندي زوجي ما شاء الله عليه ما بيوفّر شي حلو أبدًا. عملت هيك صحن هالفواكه وضبّطته وقلت هيك بدنا نقعد نتفرّج على اليوتيوب اليوم. هلأ على البرد ما عندي برد الحمد لله ببيتي هون، بالعكس هون عنا أدفى من تركيا بكتير يعني. بس بتركيا في نظام أكتر. هلا هيك أنا قناتي هملتها. ما عم يصير عندي وقت. ما بعرف ما في وقت، ما باحس عندي وقت، وابني شاغلني آخد الحيّز الكبير من حياتي وتفكير فيه وبدراسته يعني. هلأ أنا رجعت مع ابني كأنه بس ابني بلش صف أول يعني، عرفتِ كيف؟ يعني هيك، يعني صعبة مو بس علي صعب عليه كتير هو كمان. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب الله لا يضيع لنا تعب ولا يضيع لكم تعب يا رب. واللي قاعد بتركيا لهلأ وما إجا على بلده أنا بنصحه إسا يطول باله شوي، يعني لهلأ اللي ما بيحب يوجع راسه ويتعب بالحياة شوي لهلأ يطول باله ما يجي. لأني هون بسوريا إسا البلد بدها شغل، إسا في تعب، بكفي بس إنه إجت الكهربا وانقطعت الكهربا، قد ما كنت مركب طاقة أو مولدات أو بطاريات ما بيغني أبدًا، أبدًا. يعني يعني أصغر مثال، إذا أنتِ ونايمة بالليل بتفيق شي مرتين 3 مرات على جهة الكهربا مشان تقلبها من الطاقة الشمسية على الضو، ليش؟ لإنه نحن بالشتاء ما في شمس حتى تشحن الطاقة الشمسية بالنهار، لهيك بدنا نقلبها بدها كهربا حتى تنشحن إجباري يعني. بتعرفوني أنا متابعة ابن حتوتة، أنا كتير بتفرج له متابعته كتير. أنا عم فرجيكم صحن النمورة، عم قلكن قوموا اعملوا لأولادكن، اشتغلوا لأولادكن. لو أكلة ما نجحت معكم معلش الولد بيحب ياكل، بيحب يشوف أمه بالليل قدر المستطاع شو ما كان يكون تعملوا هيك صحن أكل تتعب فيه. الولد هيك بالسهرة بشوفها طيبة. وبنرجع بنغلي قهوة، هي قهوة المرة التانية بتكون بالسهرة. ندوق المهلبية مع فنجانين القهوة. هدول الفناجين لو ما كانت هاي الرسمة بتدل على علم بلدي يمكن ما بتستهويني أبدا أبدا، بس لأنه هذا علم بلدنا بشوفهم كتير مهضومين. وختامها مسك بفنجان القهوة عند أم أحمد، شربت قهوتي وخلصت قالت لي تعي عم نغلي قهوة أنا وولادي. خلصنا قهوتنا وأبو أحمد كان عنده شغل وأنا طرت طيارة لبست لكم بابوجي طلع معي ورحت طيارة تحت المطر، قلت له والله بدها فنجان قهوة تحت إيديكم مع الأولاد، هيك الواحد شوي بيريح عن نفسه شوي بيغير جو. أي والله. وآيتي ليكي إجا الحليب بياع الحليب جاب لي الحليبات يحطن عندك، قامت الله يرضى عليها صفت لي إياهم وغلت لي إياهم وقالت لي هلا أنت ورايحة بتاخديهم على بيتك. اللي ما عنده إخوات
ما عنده حدا عن جد. عن جد الله يخليكم اخواتكم يا رب ويحفظ لكم اياهم ويطول باعمارهم ويحفظ لي اخواتي وحبايبي وامي وكل اهلي وعشيرتي يا رب وكل شي بتحبوه على قلبكم. استودعتكم الله.